تخيل كده، تنام وتصحى تلاقي العالم اللي انت تعرفه اختفى تماما. البيوت اتغيرت والناس بتتكلم لغة تانية، والملك اللي كنت بتخاف منه مات وشبع موت من قرون. ده مش مشهد من فيلم خيال علمي، دي قصة حقيقية وثقها القرآن الكريم لفتية غيروا مجرى التاريخ. تعالوا نركب آلة الزمن ونعيش معاهم الأحداث بالترتيب. الحكاية بترجع للقرن الثالث الميلادي في مدينة تابعة للإمبراطورية الرومانية. المدينة دي كان بيحكمها ملك طاغية وقاسي جدا اسمه دقيانوس. الملك ده ما كانش بيعرف الرحمة، فرض عبادة الأصنام بالعافية على الناس كلها، ونصب نفسه وسيط بين البشر والآلهة المزعومة. وأي حد كان يرفض السجود للأصنام كان مصيره التعذيب البشع أو الموت. الدنيا كانت ضلمة والشرك مسيطر على كل مكان. لكن وسط بحر الضلال ده ظهرت بارقة نور، مجموعة شباب من خيرة أبناء المدينة ومن عائلاتها الغنية والنبيلة. شباب عندهم كل متع الدنيا والرفاهية، لكن قلوبهم وعقولهم رفضت الشرك والسجود للأصنام. اتعرفوا على بعض واجتمعوا في السر يدرسوا دينهم ويدعوا ربنا بقلب خالص. ربنا وصفهم بوصف عظيم في القرآن: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وفجأة الخطر بقى قريب جدا. جواسيس الملك دقيانوس كشفوا سر الشباب وبقت حياتهم على المحك، يا إما يتخلوا عن دينهم ويسجدوا للأصنام، يا إما الموت والقتل. هنا الفتية أخدوا القرار الحاسم. مع شروق الفجر والناس كلها نايمة، سابوا قصورهم وفلوسهم ورفاهيتهم وهربوا في طريق جبل وعر عشان يحافظوا على إيمانهم. ورافق في رحلتهم دي كلبهم الوفي اللي ما سابهمش لحظة. وصلوا الجبل ولقوا كهف مهجور. الكهف من بره كان شكله موحش ومظلم ويخوف، لكن بمجرد ما دخلوه حسوا بأمان عجيب وسكينة ملت قلوبهم، وكأن ربنا بعت لهم الرعاية والرحمة مخصوص. أول ما قعدوا رفعوا إيديهم للسماء بقلب مليان يقين، ودعوا الدعاء اللي غير قوانين الكون والزمن. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهنا بدأت المعجزة الإلهية وهندستها الربانية العجيبة. إزاي ناموا كل ده وجسمهم ما اتدمرش؟ أولاً حركة الشمس. ربنا سخر الشمس فكانت بتميل عنهم يمين وقت الشروق وتبعد عنهم شمال وقت الغروب عشان حرارتها ما تأذيهمش. ثانياً التقليب المستمر. أجسادهم كانت بتتقلب يمين وشمال بأمر الله عشان الأرض ما تاكلش أجسادهم وتفضل ثيابهم سليمة. ثالثاً الحراسة المرعبة. كلبهم نايم وباسط دراعه على باب الكهف. أي حد يقرب من الكهف يحس برهبة ورعب شديد يخليه يجري ويهرب فوراً. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الفتية ناموا في هدوء وسكينة تامين جوه الكهف، وكأن ثانية واحدة ما مرتش. لكن بره الكهف الزمن ما كانش بيرحم. أجيال ماتت وأجيال اتولدت، إمبراطوريات وقعت وإمبراطوريات قامت. الطاغية دقيانوس هلك وشبع موت وأصنامه اتكسرت، والمدينة كلها بقت مؤمنة وموحدة بالله. ناموا قد إيه؟ 300 سنة شمسية، وبتساوي 309 سنين بالتقويم القمري لضبط الحساب بدقة إعجازية. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. بعد 309 سنة كاملة فتحوا عينيهم، صحيوا وهم حاسين بنشاط وراحة، لكن الجوع بدأ يقرص عليهم. بدأوا يتلفتوا ويسألوا بعض بفضول: يا جماعة، هو احنا نمنا قد إيه؟ واحد رد وقال: يوم أو يمكن نص يوم. وعشان الجوع كان شديد قرروا يبعتوا واحد منهم بالراحة للمدينة يشتري أكل متخفي، وحذروه يتصرف بذكاء عشان عساكر دقيانوس ما يحسوش بيهم ويقتلوهم. هم ما يعرفوش إن دقيانوس مات وهلك من قرون. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. الشاب نزل المدينة وبدأ يستغرب جدا. إيه ده؟ المباني شكلها اتغير، الوجوه جديدة خالص، حتى اللبس واللغة مختلفين تماما. وصل للمخبز وطلع العملة الفضية من جيبه عشان يدفع للبائع. هنا كانت الصدمة الكبرى. البائع بص للعملة واتخض وجمع الناس عليه وقال له بذهول: العملة دي أثرية ومن عصور قديمة جدا، انت لقيت كنز ذهب ولا إيه؟ في اللحظة دي الشاب والناس أدركوا
إن في حاجة إعجازية ومش طبيعية حصلت. الخبر العجيب ده وصل بسرعة لحاكم المدينة الجديد، ولحسن الحظ كان راجل طيب ومؤمن بالله. الحاكم جاب الشاب، والشاب حكى له القصة كاملة من أول هروبهم من بطش دقيانوس لحد ما ناموا وصحيوا. الناس والملك كانوا واقفين في حالة ذهول ويقين تام. ربنا بعت لهم الفتية دول في الوقت ده كدليل حي وإثبات قاطع على إن البعث بعد الموت حقيقة لا شك فيها، وإن الإله اللي حفظ أجسادهم السنين دي كلها قادر يحيي الموتى. بعد ما الرسالة وصلت والكل آمن، الشاب رجع للكهف ودخل لأصحابه وحكى لهم اللي حصل، وطمنهم إن الطاغية مات وإن البلد كلها بقت مؤمنة وموحدة. قلوبهم ارتاحت واطمنت. وهنا وفي مشهد مهيب وسكينة مفيش زيها، ربنا قبض أرواحهم واحد ورا التاني في سلام هادئ، عشان تنتهي أعظم قصة في التاريخ وتفضل أجسادهم شاهدة على المعجزة. الناس والملك لما راحوا الكهف ولقوهم ماتوا اختلفوا هيخلدوا ذكراهم ازاي. الرأي الأول قال ابنوا عليهم بنيانا، نقفل باب الكهف ونسيب أمرهم لربنا. لكن الرأي التاني اللي انتصر وكان يمثل الأغلبية المؤمنة قال لنتخذن عليهم مسجدا، نبني مسجد فوق الكهف عشان الناس تصلي فيه وتفتكر معجزة ربنا الخالدة على مر العصور. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الأسئلة دايما بتدور، هو الكهف ده فين دلوقتي؟ الموقع الأرجح تاريخيا وأثريا هو كهف الرجيب اللي بيقع بالقرب من العاصمة الأردنية عمان، وعلماء الآثار لقوا فيه فعلا 7 قبور حجرية مطابقة تماما لوصف القرآن، وكمان لقوا بقايا مسجد تاريخي أثري مبني فوق الكهف بيرجع للعصور الإسلامية المبكرة. الكهف دلوقتي مزار ديني وسياحي عظيم بيقصدوا الناس من كل مكان في العالم عشان يشوفوا عظمة الخالق. من قلب الكهف بنطلع ب4 دروس تغير حياتنا. 1. الثبات على المبدأ، مهما كان الفساد والشر حواليك خليك ثابت على الحق، وربنا هينجيك ببطولتك حتى لو كنت لوحدك. 2. الصحبة الصالحة، اختار اللي يعينك على طريق الخير. الفتية وحتى كلبهم شجعوا بعض لحد ما نالوا الكرامة والخلود. 3. اللجوء لله وقت المحن، دعوة صادقة من قلبك وقت الأزمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة، كفيلة تغير قوانين الكون والفيزياء عشانك. 4. اليقين المطلق، اللي قدر ينيم بشر 309 سنة ويحفظهم قادر يحيي موتك ويصلح حالك مهما كان مستحيل. قصة أصحاب الكهف خلصت هنا، بس معجزات القرآن وأسرار الكون ما بتنتهيش أبداً. اللي بيحتمي بربنا ربنا بيخلد ذكره في السماء والأرض مهما طال الزمن. لو عجبتكم الحكاية دي وحابين تكتشفوا أسرار تانية بين العلم والإيمان، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتابعوا صفحة نور ساينس AI. كان معاكم محمد ربيع، نتقابل دايماً على طريق الوعي واليقين.